kita lanjutkan sejenak dengan sesi tahfiz. Tahfiz berapa orang di sini? Dua orang ya. Ini ada 2 orang. Soal pertama umpamanya soal pertama ke Iriska. Nanti soal kedua Usra. Soal ketiga Rizka lagi ya, begitu ya. Itu dan seterusnya ya. Soal pertama umpamanya si Rizka, soal keduanya ke si Usra, soal ketiganya kembali ke si Rizka, keempatnya Usra. Begitu terus ya. Kalau sudah masuk sesi tahfiznya nanti itu Quran ditutup. Soal pertama. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا اهبطوا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى 40 ليلة الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Soal keempat. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ya, soal kelima. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته ثم توليتم من بعد
lanjutkan nanti di ayat ini ya. Nanti dilihat lagi ada satu yang tertinggal. Nanti wakafnya di bikra ya, kan ada wakaf itu wala bikr, kemudian awadun, awawanya itu dua harakat ya, tertinggal tadi ya. Nanti dibuka langsung dengan Quran ya. Itu nanti yang wakaf aja di bikr itu yang bagus ya, supaya nafasnya nggak terlalu. Soal ke 6 ya. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ya. Sebelum saya lanjutkan, juga ada tertinggal aslinya satu. Afataqma'una ayyuminu ya. Itu tertinggal tadi. Nu mat aslinya dua harakat. Tertinggal tadi ya. Nanti dibuka lagi Qurannya. Kita lanjutkan soal ke-7. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
depan. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Ya. Soal ke 9. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ya. Min khalaq. Min khalaq. Kok ya, jangan ke ya. Kita lanjutkan soal ke-10. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Soal ke-11. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من
terakhir ya. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Baik, selesai. Tutup sadaqallahnya. Sadaqallahul Azim. Untuk si Rizka itu yang perlu dipelajari lagi, langsung dibuka mushafnya itu Quran ya. Pertama sekali itu yang penting itu pas umpamanya wakafnya di sini, nanti mulainya dari sini kan. Salah satu yang masih kurangnya itu untuk si Rizka adalah begitu wakaf pengulangannya agak ragu mungkin gak ingat ya, kan harus ulang dari awal lagi kan. Nah, jadi yang kamu latih sekarang wakaf di situ, nanti pengulangannya nggak usah lagi di belakang lagi. Nah, itu yang kamu pelajari lagi kan. Nah, bukan nggak tahu terus sebenarnya, nggak ingat lagi kan, ragu ya, ragu. Nah, emang. Nah, nanti begitu ya. Sikit-sikit lagi itu ya, tinggal bacaannya lagi sikit lagi ya, bacaannya lagi ya. Nah, ini kalau murajaah itu langsung buka Quran sambil membetulkan tajwid-tajwidnya ya, pengeluaran hurufnya, mat-matnya jangan tinggal. Mat asli itu jangan tinggal tuh ya. Baik, itu aja untuk sementara hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa pada hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.